أهلا بيكم في فيلم جديد من قناة فيلم في السهرة. بتدور أحداث فيلمنا في المستقبل لما مرض الطاعون انتشر وموت حوالي 90% من كوكب الأرض، وبيحاول العلماء اللي فضلوا عايشين إنهم يكتشفوا علاج للمرض، وبيكون في دكتورة مكلفة بمهمة خطيرة جدا لتوصيل المعلومات للعملاء والدكاترة اللي هتفيدهم في صنع العلاج. لكن بيقف في طريقهم مجموعة من القتلة المتسلسلين اللي بيحاولوا يدمروا الكوكب ويمنعوا صنع العلاج. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ خلونا نكمل الفيلم ونشوف هيحصل إيه. بيبدأ الفيلم مع مجموعة من العلماء وهم بيتكلموا مع الدكتورة سيبورج، واللي هتضحي بجزء من إنسانيتها وهتتحول لآلة عشان تنقل معلومات علاجية للمرض من الجهاز المركزي في نيويورك لأتلانتا. بس المعلومات دي خطيرة جدا ومش هينفع تتنقل غير بالدماغ، فبتوافق الدكتورة سيبورج إنها تعمل العملية ويتم استئصال جزء من دماغها ويتملي بالمعلومات. بتتم العملية بنجاح وبتتحول الدكتورة لنص إنسان ونص آلي، وبتأجر محارب شجاع عشان يحميها في طريقها لأتلانتا البلد اللي هتودي ليها المعلومات. وفي طريقها بيقابلوا مجموعة من القتلة اللي عايزين يدمروا الكوكب ويسرقوا المعلومات العلاجية، وبيقدروا انهم يصيبوا المحارب اللي بيحميها بجرح خطير بيخليه مش قادر يكمل مهمته مع الدكتورة، وبيأمرها انها تهرب بسرعة وتدور على محارب تاني يكمل معاها الطريق. بيهجم على المحارب مجموعة من العصابة بيضربوه، وبيجي الزعيم بتاعهم واللي بيكون اسمه فيندر وبيذبحه بدم بارد من غير اي رحمة. بتهرب الدكتورة وبيهاجمها واحد من افراد العصابة، فبيظهر جيبسي واللي بيكون محارب شجاع جدا وبينقذها منهم. بتطلب منه الدكتورة انه يساعدها ويوصلها لأتلانتا، وبتعرفه انها آلة ومطالبة بتوصيل المعلومات للعلماء في أتلانتا عشان يعالجوا المرض. ولسه بتتكلم معاه بيهجموا عليهم العصابة وبيخطفوها وبيوقعوا على جيبسي لوح خشب فبيغمى عليه. بيكلمها رئيس العصابة فيندر وبيقول لها انا هوديك أتلانتا بس في المقابل هاخد كل المعلومات، وبيوريها راس المحارب اللي كان بيحميها وبيهددها بالقتل لو اعترضت او هربت منه. بنرجع فلاش باك وبنشوف فيندر وعصابته وهم بيذبحوا في الناس من غير رحمة وبيحرقوا كل البيوت اللي في المدينة، واي حد بيقف قدامهم بيقتلوه من غير اي تردد، وبيقدر يسيطر على كل مدينة بيمر عليها. وبنشوف بعدها فيندر وهو واخد سفينة ومتجه هو والدكتورة وبقية العصابة على أتلانتا. بيفوق بعد كده جيبسي وبيقعد يفكر في كلام الدكتورة، وبيفكر هيتعامل ازاي مع فيندر واللي بيكون بينه وبين جيبسي طار قديم. بيسمع صوت وراه وبيرمي صاحب الصوت بخشبة في دماغه فبيغمى عليه، وبنعرف انها بنت وبيفضل جيبسي طول الليل قاعد جنبها. وبيفتكر زمان لما كان في واحدة واقفة قدام قبر جوزها مع بنتها وابنها الصغير وبيودعوه. بيكون جيبسي موجود ومتكفل بحمايتهم لحد ما يخرجهم من المدينة مقابل مبلغ مالي. بيمشي بيهم لحد ما بيوصل لبيت محدش ساكنه، وبتقوله الأم ده هيبقى بيتنا وهنعيش فيه، وبتطلب من جيبسي انه يقعد معاهم فترة صغيرة لأن أطفالها بيحبوه وتعلقوا بيه. بتصحى البنت بعدها وبتكون خايفة جدا من جيبسي انه يقتلها، وبتمسك في ايديها خنجر عشان تحمي نفسها منه، بس هو بيطمنها انه مش قاتل. وبتقوله انت صحيح بتحاول تنقذ الدكتورة من عصابة القراصنة، وانها سمعت القراصنة وهم بيتكلموا عن الدكتورة والمعلومات اللي معاها اللي مكلفة بتوصيلها لأتلانتا، وبتعرفوا انهم قتلوا اهلها لما راحوا عشان ياخدوا سفينة يروحوا بيها لأتلانتا. وبيسألها ازاي نجت منهم، بتقوله انها مشيت قبل ما يقتلوا في اهلها، وفي طريقها للهروب شافت جيبسي وفكرته واحد منهم عشان كده كانت عايزة تهجم عليه. بتطلب منه انها تكون معاه في طريقه لإنقاذ الدكتورة لان معظم اهلها ماتوا بسبب الطاعون، وهي حاطه كل املها على الدكتورة دي. بس هو بيعرفها انه مش مهتم لامر الدكتورة وكل اهتمامه هو الانتقام من فيندر، فبتستغرب كلامه وبتعترض على طريقة تفكيره وازاي هو مش همه اللي بيحصل في العالم وكل همه انه يقتل شخص وخلاص. بيكملوا طريقهم في وسط غابة وبيكونوا متراقبين من عصابة فيندر اللي بتهجم عليهم، وبتجري البنت المبنى مهجور تستخبى فيه. بينجح جيبسي انه يقتل فيهم واحد ورا التاني، والبنت بتكون متحوطة بمجموعة منهم، بس هو بيلحقها وبيقتلهم كلهم وبيهربوا لحد ما بيوصلوا للشط اللي سفينة فيندر هتعدي من عليه. بيقضوا الليل فيها، وبتكون البنت قلقانة جدا انها تقوم تاني يوم تلاقي مشي وسابها، وبتحاول تقرب منه بس هو بيفتكر حبيبته وبيمنعها من ده. بيجي تاني يوم وبيشوف سفينة فيندر، وبتكون الدكتورة عليها وبتفتكر لما اتعرض عليها تنقل البيانات من على الجهاز المركزي في نيويورك وتتولى توصيلها لأتلانتا، وانها وافقت تعمل العملية الخطيرة اللي غيرت منها دي وحولتها من انسان لآلة. بيقف فيندر بالسفينة وبيعدوا على مصنع بيتجمعوا فيه، وبيكون جيبسي مراقبه وبيوصل للمكان اللي هو فيه، وبيظهر قدامه أفراد من العصابة وبيبدأ يقتل فيهم واحد ورا التاني، وبيأمر البنت اللي معاه انها تستخبى في مكان لحد ما يخلص عليهم، بس هي مش بتسمع كلامه وبتطلع للمكان اللي هم فيه. فبيشوفها فيندر ورجالته وبيخطفوها، وبنشوف المجرمين وهم بيتعاركوا مع جيبسي وبيحاولوا يقتلوه، بس هو بيخلص على اللي بيجي قدامه منهم لحد ما بيشوف قدامه فيندر والبنت مرمية على الأرض تحت رجليه. فبيجري عليها جيبسي بس بيلاقي نفسه متحاوط ببقية العصابة وبيكون عددهم كبير جدا، فبيرمي السكين على فيندر عشان يشتتهم، وبيقدر ياخد البنت ويهرب بيها. بس قبل ما بيهرب بيشوف الدكتورة وبيطلب منها تيجي معاه، بس هي بتقوله انه فشل في حمايتها ولو راحت معاه دلوقتي هيلاقيهم فيندر.
وهيقتلهم، وبتعرفوا انها لما توصل لأتلانتا هتعرف تتعامل مع فندر ورجالته بمساعدة العلماء والدكاترة اللي هناك، وهتقدر تخلص عليه. لكن هو دلوقتي قوي ومفيش حد هيقدر يقف قصاده. بيشيل البنت وبيجري بيها وبيدخل في انابيب الصرف الصحي، وبنشوف العصابة وهي بتجري وراه، وبتفوق البنت في الطريق وبيحاول يطلع بيها من الانابيب بسرعة قبل ما يلحقوهم، بس بيكون في واحد من العصابة وراهم بالظبط، وبيخبي جيبسي البنت في مكان لحد ما بيخلص عليه وبيطلع من انابيب الصرف بالبنت. وبيوصل فندر ورجالته لانابيب الصرف، وبيتجننوا لما بيشوفوا صاحبهم ميت على ايد جيبسي، وبيكملوا طريقهم وراه. بيخرج جيبسي والبنت من الانابيب وبيقول لها تجري بسرعة، وبيجري هو كمان، لكن واحد من افراد العصابة بيكون وراه هو وبنت منهم، وبيتقاتل جيبسي معاه وبيقدر انه يقتله في الاخر. بنشوف البنت مع جيبسي وهي قطع ايد البنت اللي من افراد العصابة، وكانت بتجري وراها وبيغمى عليها بسبب الالم، وبيكمل طريقه جري هو والبنت بتقدر تهرب، لكن رجالة فندر بيحوطوه من كل مكان وبيضربوه لحد ما بيترمي على الارض ومش بيبقى قادر ياخد نفسه. فبيظهر فندر وبيقومه عشان يتقاتل معاه، لكن جيبسي كان ضعيف جدا وما قدرش عليه، وفضل فندر يلكمه في وشه وبيضربه كتير جدا لحد ما فقد الوعي. وبنشوف بعدها فندر وعصابته وهم صالبين جيبسي على عمود خشبي ودقين في ايده مسامير، وبيكون فندر والعصابة واقفين يتفرجوا عليه وبيسيبوه وبيمشوا. وبتكون هالي بنت مراته مع عصابة فندر، وبتفضل بصله وبينادي عليها جيبسي باسمها، وبياخد باله من السلسلة اللي في رقبتها، وبتفتكر زمان لما اداها السلسلة دي وهي بتجري، وبتكمل طريقها مع العصابة وبتسيبه. بيفضل جيبسي مصلوب على الخشبة فترة طويلة، وبيفتكر لما حب هالي وطلبت منه انه يفضل معاهم، وبعدها اتجوزه وكان بيحلم يقضي معاها اجمل ايام حياته، لكن القدر كان ليه رأي تاني. وبنشوف فندر وعصابته هم مراقبين جيبسي ومراته، وبعد ما بيضربوا جيبسي بيربطوه هو ومراته وابنها بسلوك وبيعلقوهم في البير، وبيدي فندر الحبل لهالي وبيقول لها مصيرهم متوقف عليكي، يا تفضلي ماسكه السلك وتنقذيهم او تسيبي السلك وتسيبيهم يموتوا. بس هالي كانت طفله وما كانتش قادره تستحمل السلك، وبتفضل تصرخ لحد ما بتسيب السلك بعد ما بيعور ايديها الاتنين وبتجيب دم. وبنشوف جيبسي بعدها وهو خارج من البير بعد ما اتكتب له عمر جديد، لكن بتموت مراته وابنها وبيزعل عليهم جدا وبيقرر ينتقم لموتهم من فندر. بيفوق جيبسي بعدها وبيفضل يخبط في الخشب اللي مصلوب عليه لحد ما بتقع بيه على الارض، وبتظهر قدامه البنت وبتفكه وبتقول له مش قلتلك انك هتحتاج مساعدتي. بنشوف بعدها فندر والعصابه وهم في طريقهم لأتلانتا، وبتعرف الدكتوره بنواياها الشريره لما يحصل على العلاج وانه هيبدا يدمر بيه العالم ويموت الناس مش هيساعدهم، وبيكون فاضل لهم 8 كيلو ويوصلوا لأتلانتا. في مكان تاني بنشوف جيبسي بعد ما استعاد قوته وبيروح ورا فندر، ولما بيوصل فندر ورجالته وبيشوفوه بيأمرهم فندر انهم يقتلوه، بس هو بيقدر عليهم كلهم وبيضربهم بالخنجر اللي معاه واحد ورا التاني، وبيضرب واحد فيهم لحد ما بيوقعه في النار، وبعدها بيوقع عليه عربية بتنفجر بيه. وبنشوف واحد من افراد العصابة وهو بيرمي سهم على جيبسي، بس بتوقفه الدكتورة وبيكون هيضربها، لكن بتيجي البنت اللي مع جيبسي وبتضربه بالسكينة في وشه وبتنقذها وبتاخدها وبتجري. وبتشوفها البنت اللي مع العصابة اللي قطعت لها ايديها قبل كده، وبتروح ورا البنت والدكتورة وبتفضل تضرب في البنت بكل قوة وتكسرها لحد ما بتقدر البنت في النهاية انها تموتها. بنروح عند جيبسي بعد ما بيقتل رجالة فندر، وبيخلع فندر هدومه وبيبدأ يتقاتل معاه، بس فندر بيكون قوي جدا وبيضرب في جيبسي كتير وبيرميه جوه العربية وكان خلاص هيقتله. فبتصرخ خالي وبتترجاه يسيبه طبعا، فبيتجنن فندر وبيشوف السلسلة اللي في رقبتها وبيعرف انها بنت مراته وبيكون رايح عشان يقتلها، بس بتيجي البنت وبتحاول توقفه لكن هو بيضربها بالسكينة في بطنها وبتقع ميتة. ولسه رايح يموت هالي بيقوم جيبسي وبيضربه بالخنجر في ايده وبيفضل يلكمه في وشه وبيضربه ويضعف في قوته لحد ما قدر في الاخر انه يضربه بالخنجر في بطنه، وبيقع فندر على الارض وبياخد هالي في حضنه وبتفضل تعيط وهي حضناه، بس فجأة بتصرخ هالي لما بتلاقي فندر صاحي تاني ونازل ضرب في جيبسي، وبيفضل جيبسي يتقاتل معاه ويضربه بكل قوة، وبيقدر في الاخر انه يخبطه في الحيطة وبيدخل في ظهره خطاف وبيعلقه منه وبيجيب اجله، واخيرا بيموت فندر في النهاية. وبكده يكون جيبسي اخد حق مراته وانتقم من فندر لموتها. بنشوف بعدها جيبسي وهو واقف زعلان على البنت اللي كانت معاه لانها ماتت، وبيعرف الدكتورة انها ماتت في سبيل حمايتها من الاول. بعدها بيقدر انه يوصل الدكتورة للمكان اللي فيه الدكاترة والعلماء بسلام، وبتطلب منه الدكتورة انه يفضل معاهم لانه هيفيدهم، بس هو بيرفض وبيقول لهم انه لسه في ناس محتاجين لمساعدته، وبياخد هالي وبيمشي بيها. وبتقول الدكتورة جيبسي انا شايفة مستقبل العالم بين ايديه. وبيخلص فيلمنا على كده. ما تنساش تعمل لايك وشير للقناة، وما تنساش تسيب لنا رأيك في تعليق تحت، ولو عايزين فيلم معين اكتبوه لنا في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في قناة فيلم في السهرة. مع السلامة.